يؤمن به، والأمم فتنة، اللي يهرب واللي يفتن واللي يثبت على دينه فيقتل، والذي يعذب، والذي يأتي إلى المدينة يريد أن يدخلها ما يستطيع الدخول، الملائكة تحرس، يخرج له رجل يقول له أنت الدجال الذي حذرنا منه النبي، فيضربه نصفين، يشق نصفين ويمشي بينه، ثم يأمره فيقوم مرة أخرى، والناس تنبهر أتباعه، فيقول له ها الآن آمنت بي؟ يقول لا والله ما ازددت إلا يقينا أنت الدجال. طيب وين المهدي في ذلك الزمان؟ يجيش الجيوش، والدجال وين راح يروح؟ يروح إلى فلسطين. شوف سبحان الله، يتجمع اليهود كلهم في فلسطين مع الدجال، كل اليهود معه، جئنا بكم لفيفا، يتجمعون في فلسطين للملحمة الكبرى. والمهدي وين؟ في دمشق الشام. اعرف سبحان الله ما الذي يغير الأمور يصرفها؟ إنه الله. يجتمعون وين؟ في المسجد الأموي، ربما المسجد الأموي. في النبي صلى الله عليه وسلم قال المنارة الشرقية بدمشق، في المسجد الأبيض، ما سماه النبي، قال بعض العلماء أنه المسجد الأموي. طبعا المهدي موجود والمجاهدون معه والمقاتلون يريدون مقاتلة من؟ الدجال، لكن مو قادرين. فجأة يسمعون الغوث، جاءكم الغوث، جاءكم الغوث. متى هذا الكلام؟ على أذان الفجر، أذن الفجر، الناس رايحة تصلي في المسجد بين الأذان والإقامة، فإذا بهم يسمعون النداء، جاءكم الغوث، جاءكم الغوث. شنو الغوث؟ نزل عيسى بن مريم من السماء. الله أكبر. أنزل الله عز وجل روحه، عيسى بن مريم الذي رفعه، أرادوا قتله يهود فرفعه الله، الآن أنزله الرب عز وجل ليقتلهم. ينزل الله عيسى على جناحي ملك، ينزل أول ما يدخل في المسجد الناس اصطفت لصلاة الفجر ما صلوا. طبعا الناس فرحانة الآن، عيسى نزل، يريد أن يصلي، المهدي يقدمه، تفضل نبي الله من أولو العزم من الرسل، فما يرضى عيسى بن مريم، يقول لا بل أنت تقدم. فيتقدم المهدي فيصلي، ثم يحمل الراية من؟ عيسى بن مريم، وينطلق الجهاد بصيحات الله أكبر. إلى أين؟ إلى فلسطين، لتكون الملحمة الكبرى ويحصل القتال. فينطق الحجر وينطق الشجر، يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي. شوف الجبن، من خشور حجر، من خشور جدار، من خشور شجرة، فينحره المسلم نحرا ويقتله قتلا، فلا يسلط أحد على الدجال إلا عيسى بن مريم. فيأتيه فيضربه بحربة يبدأ بها النصر وتنتهي بها حكاية يهود وأسطورة يهود المزعومة، فينحره ويقتله عيسى بن مريم، ويحمل الرمح الذي سال به دم ذلك النجس، ويكبر المسلمون ويبدأ النصر وينطلق الفرح بين الناس وتنطلق البشرى في الأرض. فيخبر الله عيسى بن مريم يا عيسى، شوف الفرحة الآن ما طولت، يا عيسى حرز عبادي إلى الطور، اهربوا إلى جبال الطور. ليش؟ قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، سوف يأتي قوم الآن ما تستطيع لا أنت ولا غيرك على قتالهم. من هم؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. لن تستطيع يا عيسى ولن يستطيع المجاهدون قتال أولئك القوم، اهربوا. فيذهب المؤمنون إلى الجبال، إلى رؤوس الجبال، يهربون من يأجوج ومأجوج، لا يتركون أخضر ولا يابس، بل يأتون على بحيرة يشربونها عن آخرها تجف، حتى يأتي آخرهم يقول قد كان في هذه ماء. ظنوا أنهم قد قتلوا أهل الأرض. طبعا مكث عيسى في الأرض كل 7 سنين، كل هذه الأحداث خلال 7 سنين. عيسى الآن مع المهدي مع المؤمنين على الجبال يدعون الله جل وعلا، ويأجوج ومأجوج يعيثون في الأرض الفساد، مفسدون في الأرض. فظنوا أنهم قضوا على أهل الأرض، يقولون نريد أن نقضي على أهل السماء، فيرمون سهامهم إلى السماء، فيذهب السهم ويرجع بالدم، يظنون أنهم قد قتلوا أهل السماء. يعني الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم. وبعد أن يلتهوا بمغنمهم ويدعو عيسى بن مريم والمؤمنون الصادقون، يرسل الله عز وجل على يأجوج ومأجوج دود اسمه النغف، يقتلهم كلهم كنفس واحدة، كقتل نفس واحدة، على مد البصر جثث.
يرسل عيسى بن مريم رجلا إلى الأرض، ينزل من الجبل يشوف شو اللي صاير، فينزل رجل من خير الناس فينظر فيرجع إلى عيسى يبشره أنهم قد ماتوا أهلكهم الله، فينزل عيسى والمؤمنون مستبشرون بقتل يأجوج ومأجوج، فيدعو الله عيسى، يدعو الله أن ينجيه ويخلصه لأنهم أنتنوا الأرض كلها، فتأتي طيور عظيمة وتحمل هذه الجثث، ثم ينزل مطر يغسل الأرض، ثم تنبت الأرض، ويحكم عيسى بن مريم حكمه العادل في الأرض، فتنبت الأرض وتكثر الخيرات، ثم يموت عيسى بن مريم. ولا زالت الأحداث تتوالى. بعد هذه الأحداث يعني التي تحصل مع الناس تبدأ أحداث غريبة. يسمع الناس فجأة أن هناك دابة خرجت في مكة، حيوان يخرج في مكة، هذا الحيوان يتكلم كالبشر، حيوان لكنه غريب، يتكلم مثل الناس لا يتعرض له أحد، وإذا رأى إنسان وعظه، وإذا رأى كافرا ختم على جبينه أنه كافر خلاص، وإذا رأى مؤمنا ختم على جبينه بأنه مؤمن ولن يستطيع تغييره. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، الكون بدأ يختل خلاص، النواميس بدأت تضطرب، حيوان ويتكلم. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا عن آياتنا غافلين، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بدأت الدابة تظهر والناس يخافون، وبدأ القلق ينتشر في الأرض، والناس كلها الآن خائفة، الآن بدأت النواميس تختل. ما الذي سيحصل بعد الدابة؟ وهل هناك فرصة للتوبة في هذا الوقت؟ وهل من كان مفرطا في حياته يستطيع أن ينجو بنفسه في ذلك الزمان؟ ومتى يقفل شيء اسمه التوبة وينتهي على الناس زمان اسمه الرجوع إلى الله والإنابة إليه؟ هذا ما سوف نعرفه في الفقرة الأخيرة، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. هذه الدابة إذا خرجت ربما في نفس اليوم الذي تخرج فيه الدابة يحدث أمر آخر في العالم، في الكون، وهناك بعض الدراسات تقول أن هذا الأمر محتمل، وهناك مؤشرات له. شفت الشمس تطلع من المشرق كل يوم، يوم من الأيام يستيقظ الناس فإذا بها قد طلعت من المغرب. هنا قل إنا لله وإنا إليه راجعون. شيء اسمه التوبة قد انتهى، شيء اسمه الرجوع إلى الله لا يوجد، شيء اسمه الاستغفار لن ينفع. في ذلك اليوم كل من لم يؤمن، كل من لم يصلي لله، كل من لم يركع لله عز وجل لن ينفعه ركوعه ولا سجوده. يوم يأتي بعض آيات ربك، منها طلوع الشمس من المغرب. لا تقول لي الدنيا انتهت، ما انتهت الدنيا، الناس عايشة 3 أيام تطلع الشمس من المغرب ثم ترجع مرة أخرى. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن